ومفيش فايدة. ايه التعنت ده؟ والله نأمل يعني ان يتم مراجعة المواقف وتغليب المصلحة العامة للوطن. ايوه بس يعني انت شايف ان في شايف تعنت في الرئاسة ولا مش نعم يا شايف يا فندم؟ دكتور اشرف؟ دكتور اشرف، شايف ان في تعنت في الرئاسة، في موقف الرئاسة؟ يعني هو في تعنت غريب إصرار وتمسك غريب على بهشام الوضع قنديل. الحالي اللي موجود. ايوه لان تغيير الحكومة ده بيحقق اكثر من مطلب في يعني شايفه ان هو هيؤدي الى حل مشاكل المواطنين وازاله اسباب الاحتقان السياسي اللي موجوده في الشارع المصري الان. فانا شايف ان تغيير الحكومه يعني هو خطوه على الطريق لاصلاح الوضع السياسي والاصلاح الوضع العام للمواطن سواء اقتصادي او امني. لكن انا كمواطن مصري لا افهم ابدا يعني الغرض من هذا الاصرار. ده اللي سيادتك بتتكلم فيه ده جزء من التغيير الوزاري، انما الجزء الثاني من التغيير الوزاري ان الوزارات الخدميه والمحليه وكذا 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 اللي هيبقى ليها دور في الانتخابات يجب ان تكون محايده 100% بما فيهم الداخليه. طبعا يا فندم. وينفع دلوقتي وزير التنميه المحليه اخوان، وزير التموين اخوان، وزير الداخليه اخوان، يبقى هنعمل ايه يا دكتور؟ اللي بنطالبه ان ده يعني للحفاظ على الانتخابات القادمه لابد ان تكون الحكومه اللي تشرف على هذه الانتخابات حكومه محايده، يعني حتى يتم تفويت الفرصه على اي مشكك في نتائج الانتخابات القادمه. دكتور اشرف ثابت، عضو اللجنه العليا لحزب النور ووكيل مجلس الشعب السابق، شكرا جزيلا لحضرتك. اشكرك شكرا جزيلا.